الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير البشر وعلى أصحابه وأتباعه ومن انضم إلى قوافل نصرته، جعلنا الله وإياكم منهم. إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا كثيرا، فإن الله آتيك بالفرج. إن المستقبل لهذا الدين قالها شهيد الظلال، وإننا والله نرى نسائمها الآن من خلال ما يحدث من بدايات نصر وعز وتمكين في بسالة المجاهدين والمرابطين في فلسطين، ومن انتصار المجاهدين وأحفاد الشهداء في أفغانستان، والبقية قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وما نراه في هذا البلد الكريم من استقبال المهاجرين ومن إيواء المستضعفين ومن الوقوف مع قضايا الأمة العامة، وفي مقدمتها ما وجدناه من ترحاب وتأييد ومساندة من الدولة التركية، لا سيما في مؤسساتها الدينية الكبرى، رئاسة الأديان ودار الإفتاء. في هذا الشهر العظيم، في شهر ربيع الأنور، أتمت المقاطعة عامها الأول، وهذا مما أجراه القدر ومما وفق الله له تبارك وتعالى. إذ نحتفل بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له: لقد مضى علينا عام كامل ونحن في رباط بأقل ما نقدمه في الدفاع عنك وعن مقامك الشريف، فإن أمر المقاطعة هو أضعف الإيمان. إن تولت أغلب الحكومات فقد وقفت الشعوب وقفة تليق بمقام رسولها صلى الله عليه وسلم. إن هذه المقاطعة التي أرغمت غطرسة فرنسا إن لم تكبدها الخسائر المالية، وقد كان فقد أرغمت سمعتها، وكم تنفق الدول والهيئات من المليارات على تبييض السمعة. إن لم نصب فرنسا في درهمها ودينارها فقد أصبناها في غطرستها، وقد نجحنا في أن نتحد تحت راية عامة كريمة. اتحدت الأمة بكل أطيافها، وأنتم مثلتم الأمة اليوم من الهند إلى باكستان وأفغانستان إلى الخليج إلى العالم العربي، إلى كل الأمة الإسلامية موجودة وممثلة تحت راية نصرة رسول الله في هذا المكان، في أرض الفاتح، أرض الفتح المبين. إن الذي حدث في هذا العام جعل، لا أقول أن الهبة كانت إعلامية، إنما كانت على الأرض. وأقل دليل على ذلك أن أكبر فرع كارفور في الرياض والقاهرة أخرجوا بيانات رسمية يتبرأ من النسبة الفرنسية. فكان لابد من تحويل هذا العمل الفردي وهذا الهبة الشعبية إلى عمل مؤسسي تقوده هيئة تنسق بين ما يقدمه الإعلام وما يقوم به العلماء. إن الإعلام تنحرف البوصلة عنده أحيانا ويسعى إلى السبق في أحيان كثيرة، والعلماء قد تكون الصلة بينهم وبين جسور الإعلام ضعيفة أو مبتوتة. فهذه الهيئة قامت على فكرة أولية مبدئية، أن تكون هناك إدارة إعلامية متخصصة تنشر يومياً بالتنسيق مع كبار علماء المسلمين الموجودين في هذه القاعة وفي كل أصقاع الدنيا، من خلال مجلس أمناء فيه عامة من حضر والذين أبدوا الاستعداد والموافقة من أقطار كبيرة. وقد شعرت بخجل كبير
وفخر عظيم، فما كلمت عالما أو مفكرا إلا قال كلاما قلت يجب أن يصدر وأن يكتب. قلت للجنة الإعلامية ينبغي أن تصدر هذه الإجابات. لقد سمعت كلاما من الكل وسيعرض على الجميع. على سبيل المثال، مع بداية طرح الفكرة على سعادة أستاذنا الدكتور محمد قرماز ومولانا الشيخ علي القرداغي، كان زائرا هنا لإسطنبول، أعرض عليه الفكرة للمشورة، قال أنا معكم وأنا في الأمام وأنا حاضر، دون أن نتحدث عن دعوة أو عن حضور. مولانا العلامة الشيخ محمد الحسن الدادو كان في موريتانيا، فسألت عن المواعيد، قال تقطع المسافات وتلغى الارتباطات. ما تحدث به الأفاضل جللنا أستاذنا الكريم فضيلة الدكتور عصام البشير العلم الكبير، وهو يتابع اللجنة الإعلامية من أبنائه بنفسه، وأن تعثرت عليهم دعوة تولاها من هاتفه ومن مكتبه. كل هذا نصرة لرسول الله ووقوفا تحت لوائه الكريم. هذه فرصة واتتنا، وقد يأتي الخير من الشر. أنس إذا قدم للناس قيل كان يخدم رسول الله. جاءك الوقت أن تكون تحت راية أنس وأن تقف تحت هذا اللواء خادما لرسول الله. حسان الشاعر المناصر، اهجوهم وروح القدس معك، كونوا كحسان وروح القدس معكم. أبو بكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر، فبكى وقال ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. ونحن جميعا نقول نحن وأموالنا وأعراضنا وأولادنا وما نملك فداء لك يا رسول الله. واعلموا أن الكفاية حاصلة وأن النصرة متحققة، إلا تنصروه فقد نصره الله. إنا كفيناك المستهزئين، إنا أعطيناك الكوثر، وما بين إنا كفيناك وإنا أعطيناك ظهرت مواهب الجليل على نبينا الكريم، ولكن هو باب اختبار لك أنت، باب امتحان لك أنت، وباب خير فتح لتلج منه إلى نصرة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا كانت هذه وقفة الشيوخ والعلماء، فإني أقول بمنتهى الفخر أن هذا المؤتمر من ألفه إلى يائه فكرة مجموعة الشباب المصريين، جمعية الشباب المصريين في اسطنبول. المؤتمر فكرته وإعداده وترتيبه وحتى هذا الوقوف الذي بين يديكم، هؤلاء الشباب الذين ولدوا في المحنة وعركتهم التجربة، وهم الذين سيحملون هذه الراية وسيكون على أيديهم العز والنصر والتمكين. لقد ربينا صغارا، وأظن الجميع هتف بهذا يوما في معسكرات الكشافة وفي الاعتكافات صباحا، جميعا نكرر ونقول يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهب الموت لا، بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء. قد أثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحين، واستجبنا للمعالي ثائرين، وتسابقنا إلى حمل اللواء.